عسلامة، شنحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا الناس كل بألف خير وصحة جيدة. اليوم بشارك معاكم هكا أجوائي في التعصبين وجو التعصبين وسيرتو عصبين العيد عاد. الله الله تجي فايحة وما شاء الله بنا على بنا. عملت اليوم العصبين وعملت كعبات البوبنيت زادة. حبيت نشارك معاكم الطريقة بالتفصيل. إن شاء الله باش نعملوا مع بعضنا الهزبان. أول حاجة ناخدو الهزرة متاعنا بعد ما قطعناها الكل وشيحناها ونزفناها وكسيناها، وباش نجيبو توا الهم كيف كيف مخصوص شوية تحط على اليوتيوب. يا ما يستمع. سيلو كيما قاعدين تشوفوا يوسف مفجوع باش تحطوا على اليوتيوب. حسيلو حبيت هكا نعمل عليه جو هكا نبدا نفدلك معاه وين نعمل في العصبين هكاكا. هو هكا يشوف باش ينجم هكا يحبك الحاجة اللي نعملوا فيها هكا مع بعضنا كله في نفس الوقت. هكا شيخين علي قال باش تحطوا ماما باش تحطوا على اليوتيوب. الحاسيلو لهنا حبيت نوريكم معناها شنو عملت. أول حاجة كما شفتوا قطعت الخضرة، خذيت 5 حزم معدنوس عليهم حزمتين سلق، قطعتهم وغسلتهم وقطعتهم جويدين، ومن بعدها جبت كمية اللحم اللي باش نطيبها. بالنسبة للخضرة البنات تحبوا تحطوا أكثر تنجموا تحطوا راه لهنا معناها. بالنسبة للكميات هاوكا عينكم ميزانكم. بالنسبة للبصل حطيت كيلو بصل على خاطر اني ما حبيتش تجيني فيها برشا خضرة، دونك كثرت من البصل. هاوكا البصل يفوحها ويزيد يعني يشد لي العصبانة متاعي بالباهي. لهنا بالنسبة للفاح أول حاجة حطيت تقريبا 3 مغارف كبار معبين من العطرشية الشايحة. نحن في مستير نعملوها بالعطرشية الشايحة، نجم تعوضوه بالنعناع الشايح بالحبق الشايح، كل واحد يحط شنو يحب. بالطبيعة حطيت كمية الملح كيف حطيت الهريسة الشايحة هكا حبيتها تجيني محرحرة. حطيت كمية باهية متاع هريسة شايحة، تنجموا زادة تعوضوها بالهريسة العربي. حطيت كيف فلفل أحمر، لهنا الفلفل الأحمر مخلط بين حار وحلو حطيته، وحطيت كمية باهية كما شفتوا متاع فلفل أكحل زادة. راهو العلوش يحب الفلفل الأكحل يجيب نين يبنوا على الآخر الفلفل الأكحل. لهنا ما لقيتش عندي برغل وليت عملت روز وحطيت كمية الحمص. باش نخلي اللحم متاعي على جنب وباش نجي أول حاجة للخضرة. حطيت له كما تشوفوا مغرفة صغيرة تقريبا من الملح، وباش ناخذوا كما تشوفوا هكا بيديا نقتلك الخضره دي كنقولوا هكا نقتلوها. هي يعني حتى كان ما سيبتش الماء نتاعها احنا نقتلوها هكا باش تسيبك الماء نتاعها، نقصوا منها الماء نتاعها. اما لهنا حسيتها شايحه ما خرجتليش برشا ماء، دونك فقط اكتفيت اني ندعكها بالباهي باش تطوعني من بعد كعبه العصبان. معناها تبدا الخضره كي تبدا هكا كما نقولوا نحن الخضره متاعنا معجونه هكا ولا مقتوله. معناها نقتلوها نحن ما نعرفش المجرمين اللي عايشين اللي عايشين على الكوكب هذا. احنا نقولوا نقتلوا الخضره هكا هذيك باش ما تبداش مفشفشه وتعطلنا في التعصبين من بعض. جينا العصبانه متاعنا مزيانه وما تجيش مفشله فوالا ما تعطلناش في التعصبين. تو تشوفوا من بعض بالضبط كيفاش. لهنايا حطيت الخضره على اللحم، فوحت اللحم ساعه كما شفتوا وحده هكاك باش يدخل فيه بالباهي الفاح، وبعد حطيت الخضره وخلطته. اهم مرحله هي انك تخلط الخضره متاعك بالباهي كل شيء يتخلط مع بعضه. هذه اهم مرحله في العصبان. بعد ما تقتل الخضرة كل شيء يتخلط مع بعضه بالباهي هكا باش تجي العصبانة متاعك فاوحة ومتوزع الفاح في البلايص الكل. وكي نقولوا دوارة العيد ولا عصبانة العيد من الأحسن يكون هكا الشكل متاعها تكون معبية باللحم يعني أكثر من الخضرة. ما ديما نقول بالطبيعة كل واحد وذوقه كل واحد ورايه، نحن هكا نشيخوا عليها كي تبدأ عصبانة العيد معبية معناها باللحم. حبيت نقول حاجة لهنا نورمالمون نحن تكون عنا ليا وكبدة نحطوها على جنب، كل عصبانة ولا كل ببنيطة نحطوا فيها طريف كبدة وطريف ليا. اني لهنايا مش متوفر عندي فاكتفيت اني نعملها من غير كبدة المهم. وحطيت لهنايا باش نوريكم كيفاش الطريقة السهلة والصحيحة للتعبية والزمنية اون بليس. تعرفوني نحب كان الحاجة الزمنية. الطريقة تعبيت البوبنيت، ناخذوا البوبنيت متاعنا من الجهة الكبيرة الواسعة
كما قاعدين تشوفوا بالطريقة هذه. نحلوها بين صوابعنا هكا، نحطوها مستوية على يدنا وندخلوا بصبع الكبير بالسياسة ندخلوا اللحم. لهنا حبيت نقول كي تبدأ العصبانة متاع العيد بالطريقة هذه معبية باللحم، راهو البنيت تسيسوه، يعني دخلوا بشوية بشوية. اني لهنا فقط مسرعت لكم الفيديو. وخذوا المرحلة هذه زادة بعين الاعتبار أنكم تعديوا الحشوة بالسياسة بالسياسة. هي راهو كي تبدأ معبية بالخضرة أكثر، معناها تبدأ فيها برشا خضرة، تبدأ لكم سهلة في تعدية الخليط في وسط البوبنيت. هذه زادة طريقة أخرى نحلها بين 3 صوابع، وباليد الأخرى نبدأ نعبي ب3 صوابع الأخرين. زادة طريقة أخرى سهلة زادة وزمنية. دونك كما قاعدين تشوفوا لهنايا نعدي الخليط بالسياسة بشوية بشوية حتى فين نوصل آخر البوبنيت، ونكمل نعبي من القدام حتى فين نكمل نعبي البوبنيت متاعي الكل. بالطريقة هذه يجيكم البوبنيت سهل في التعبية متاعه وما يخذش منكم برشا وقت. لهنا نكمل نعبي هذه آخر كعبة نكمل نعبيها، وباش نمشي نعمل معاكم العصبين. هذه أكبر واحدة، يعني هذه الكبيرة دونك ما تعطلش. أما هما ديما البوبنيطات الجويدين هما اللي عطلوا. هكا وريتكم زوز طرق كيفاش تنجموا تعبيوهم بسهولة، لقمة على حتى شيء، صدقوني سهلة على الاخر ما فيها حتى شيء. بصوابعك تاخذ البوزيسيون مرة 2 3 تتعود عليها. البوبنيطة الأولى تجيك صعيبة شوية ومن بعد تنجم بكل سهولة تعبي بقية البوبنيت. دونك هو نورمالمون العلوش فيه بوبنيطة طويلة وفيها بارتي جويدة بارتي خشينة، وانتم تقسموها قد اللي تحبوا. ولهنا تحبوا زيادة تربطوا عصيبنات صغيرات ولا تخليوهم كما هكا. نحبهم هكا الصراحة يبداو كبار. وحاجة أخرى مهمة، ما تعبيوهاش برشا البوبنيطة متاعكم باش ما تتفلق لكمش وانتم تعبيو فيها. دونك كي تعبيو عبيو خليوها مفشفشة كي المرقاز، معناها هكا يكون مفشفش ما يكونش معبي على الاخر باش ما يتفلق لكمش كي سواء في الطياب ولا في شفتوها كيفاش ما تبداش معبيه برشا. سيرتو هذوما جويدين معناها اللي اجود. باقي الخشينه ذيك الخشينه اللي مسكره من جهه من اللوطه هذيك ما تقلقش برشا، اما اللي يقلقوا هما جويدين. كملت عبيت البوبنيت لهنايا باش نمشيو للعصبان. بالنسبه ليا اني لهنا حبيت نكمل الدواره الكل خاطر مسافره باش نسكر الكونجيلاتور متاعي. دونك قصيت طروف الكرشه متاعي كبار، يعني اغزروا كيفاش نلف فيها طرف كبيره معناها الكرشه لفيت العصبان وباش نزيد نلفها بردي. سينو انتم تنجموا تقصوا طريفات الكرشه جويدين. شاركت معكم قبل كيفاش نعمل العصبان وان بليس كيفاش زاده نولدوا الكرشه. دونك نحلوها هكا باش نعملوها كشكاره ونولدوها ونعبيو فيها الخليط هكاك تجيكم يعني الدواره متاعكم تطيح لكم حتى لل 35 كعبه عصبان. انت والدواره بالطبيعه ما بين 25 وال 35 كعبه عصبان. نورمالمون الدواره العاديه تخرج لكم العاديه معناها نتاع علوش عادي تخرج لكم بين ال 25 وال 35 عصبانه، وتبدا ما شاء الله زاده معبيه باللحم معناها ما تبداش ناقصه الحمه. هذه الدواره العاديه معناها نحكي عليها. بالنسبه لي اني لهنا كبرت فردي وكبرت في الكرشه كما قلت لكم. حبيت فقط اني نكمل معناها نعمل الخليط الكل نعصب من اليوم ونرتاح عليه. ما طيحت ليش كميه كبيره برشا الحمد لله ما شاء الله. معناها طيحت لي تبارك الله زوز تطيبات ونحن عويله معناها 7 من الناس ما شاء الله. لهنا حاجه نسيتها يا البنات، نسيت ما حطيتش شو اسمه المصران. فوالا نورمالمون العصبان الساحلي لفوها بالمصرانه من الاول وبعدها نسكروها بالخيط. اني لهنا ديريكت عملتها بالخيط. نحن زاده ساعات ما يفضلناش مصران من المرقاز فنعملوها فقط بالخيط دونك عادي. اما لنا عندي المصران متوفر عندي المصران فباش ندور المصران كله زاده على العصبان. خذيت لهنا طرف اخرى كرشه كما تشوفوا بالطريقه هذه نسكرها بطرف متاع ردي. ولهنا كما تشوفوا تفكرت المصران باش نجبد المصران متاع العلوش ونبدا ندور فيه. اول حاجه هو ندوروه على كعيبه العصبان نلفوه بالباهي ومن بعدها ندوروا عليه الخيط. فوالا بالطريقه هذه نكملوا نسكروا العصبانه متاعنا. لهنا حبيت نقولكم على طريقه
التسكير متاع الخيط. ساعات تلقى هكا مثلا تريف مك الخيط الاخر اللي معناه من اول الطرف متاع الخيط نجم تربط مع بعضه كيما عملت الكعبه الاولى، سينو تدورها طرف الخيط تلفها تحت الخيوط الاخرين هكاكا العصبانه ما تتحلكش. فما طريقه اخرى زمنيه يعملوها، والله ان شاء الله مره جايه نعملها معاكم، ديما ننسى باش نعملها. لهنا كما قاعدين تشوفوا العصبانات متاعنا بعد ما حضروا والبوبنيطات كيف كيف ما شاء الله حسيلو جاوني تبارك الله، وما شاء الله هذه هي الكمية اللي عملتها. ان شاء الله بقدرة ربي الفيديو جاي نشارك معاكم كيفاش نطيبوهم، كيفاش نطيبوا العصبان ونطيبوا البوبنيط من غير ما يتفلقونا ولا يتحلونا لحتى شيء، وتجينا حسيلو جاو الحقيقة متاع ربي، ومش شكر في روحي ولا فخرة، اما جايت عصبانة ما شاء الله بنا على بنا. جربوا بالطريقة هذه وادعيوا عليا بالخير، حاجتي كان بدعي بخير. ان شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير، وان شاء الله يا ربي تكون عجبتكم الطريقة وتكونوا استفدتوا من الفيديو متاعي لليوم ولو افادة بسيطة. ما بقاليش نقول لكم كي دمتم في امان الله، نتلاقى معكم في فيديوهات اخرين وصفات اخرين. بسلامة.